بالنسبه اللي كان بيسال عن ميعاد زراعه الانسجه، فالفيديو ده ليك، كمل معانا الفيديو واعرف ميعاد زراعه الانسجه. بالنسبه للانسجه، فالانسجه بتزرع في اي وقت في السنه، يعني ممكن تزرعها في اول السنه، ممكن تزرعها في اخر السنه، ممكن تزرعها في نص السنه، ملهاش موعد معين تزرع فيه زي الفسيله. الحاجه الوحيده اللي مرتبطه بميعاد زراعه هي الفسيله. طب ليه الفسيله مرتبطه بميعاد؟ عشان زي ما قلت قبل كده، الفسيله اثناء عمليه الفصل من جنب الام بنعمل عمليه تطويش كامل للمجموع الجذري وبنحطها في قلب الارض، تبدا تهرب معانا العصاره اللي كانت في المجموع الخضري، وعلى ما تكون مجموع جذري وبتبدا تدفع معانا مجموع خضري جديد، والحكايه دي بتقعد من متوسط سنه لسنه ونص. اما بالنسبه للنسيج، فالنسيج انت بتاخده مكون المجموع الخضري بتاعه، مكون المجموع الجذري بتاعه في قلب القصريه، كذلك البنتجوره بتبقى واخدها مكونه المجموع الخضري مكونه المجموع الجذري. بنجيب الفسيله ونحضنها هنا من سنه لسنه ونص على ما تبدا تكون معاك المجموع الجذري اللي حضراتكم بتشوفوه في فيديوهاتنا ده، وتبدا تطلع معايا النموات الخضريه الجميله اللي ورايا دي، عشان نضمن ليك نجاح زراعتك بنسبه 100%. فعشان كده دايما بنقول ان النسيج بيتزرع في اي وقت في السنه. ما تصدقش اي حد يقول لك النسيج بيتزرع في الاشهر المعتدله زي الفسيله، او البنتجوره بتتزرع في الاشهر المعتدله زي الفسيله. بالنسبه للنسيج والبنتجوره فهم بيتزرعوا في اي وقت في السنه، وعشان كده احنا هنا في مشاتي الحياه وفرنا لكم انسجه في اصاري 35 وانسجه في اصاري 40 وكذلك انسجه في اصاري 60 زي اللي ورايا ديت، جاهزه للطرح باذن الله، وهتبشر معاك بعد سنتين من الزراعه. فالحقوا دلوقتي واحجزهم وازرعوا انسجه او بنتجوره، وابداوا الاستثمار في المجال الزراعي، وابداوا الاستثمار في مجال النخيل مع مشاتي الحياه. واستنونا في الفيديوهات الجايه هنكلمكم اكتر عن الانسجه والبنتجوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.